بالنسبة لتوقعات المواليد برج العقرب العام الجديد 2017، هو برج مائي يتناغم أكثر مع الأبراج المائية مثل السرطان ومثل الحوت، للذين يولدون تحت ظله الفترة من 24 أكتوبر حتى 21 نوفمبر. من خصائصه ومميزاته هو برج النفاذ والكثافة والخفاء. رمز العقرب الكوكب المؤثر المريخ اشتراكا مع بلوتو. العنصر الماء، أهم مميزاته أنه ثابت. ترتيبه الثامن. الاستقطاب سلبي. البرج المعاكس الثور. اللون المفضل ليه الأحمر الرامق والأسود. حجارة الحظ الأوبال. رمزه الصيني الخنزير. شخصية برج العقرب، وراء شخصيته الموزونة والهادئة يختبئ قلب نابض بالانفعالات والعواطف. يعمل باندفاع بشغف وبإصرار للوصول إلى الحقيقة. لا يظهر مشاعره إلى العلن، رغم أن في قلبه بركان يشتعل في القيادة وإحاكة الحيل. ببرع العقرب، يبرع العقرب في هذه الأشياء تحديدا، لأنه هو برج زي ما قلت الخفاء والنفاذ والكثافة. نقاط القوة لمواليد برج العقرب: هو عاطفي عنيد، يستخدم الحيلة أحيانا، شجاع، صديق، وفي. نقاط الضعف: غيور، كتوم، عنيف، لاذع، لا يثق بأحد. اللي بيحبوا مواليد برج العقرب هي الحقيقة، كلمة الحق، أن يكون على صواب، الأصدقاء والشرف. ما يكره: خيانة الأمانة، الناس السلبية والمتشائمة ما يحبهمش فتح الأسرار. بيئته المفضلة: الظلام، الأماكن الحسية، أي وضع يوفر له القوة ويوقظ مشاعره القوية. بالنسبة لتوقعات المواليد برج العقرب العام الجديد شهر بشهر، هنلاقي خلال شهر يناير عامة حياته ستتأثر صعودا وهبوطا. العام الجديد عليه أن يبقى متفائلا قدر الإمكان، هو أكثر احتمال للنجاح، سيحصل على الكثير من الأعمال العام الجديد. الحب 2017 سيحصل على حبه العام 2017. عليه أن يتعرف على أشخاص جدد، بعضهم من خلال الفيسبوك أو السوشيال ميديا. يحاول أن يكون أكثر انفتاحا على شريك حياته. هو رجل ملزم بتقديم الكثير من الالتزامات. بالنسبة للمهنة سيعمل بجدية أكثر من السنوات السابقة، هناك عمل إضافي له العام 2017. بالنسبة للمادة هناك مال كثير سيكسبه العام الجديد، عليه بالادخار. بالنسبة للصحة طاقته الذهنية والجسدية ممتازة. التوقعات الشهرية ليه 2017 شهر بشهر: شهر يناير هو شهر مليء بالرومانسية والحب. شهر فبراير مرح ومتعة واسترخاء. شهر مارس هو الشهر الإيجابي للبحث عن فرصة عمل وتوظيف أشخاص جدد. شهر أبريل عدم استقرار عاطفي. شهر مايو ارتفاع الأجور وفرص عمل لمواليد العقرب تحديدا. شهر يونيو هو شهر من التغييرات الإيجابية على الصعيدين الشخصي والمهني. شهر يوليو عليه أن يقلل الإجهاد والتوتر ويتجنب الحجج الواهية. شهر أغسطس هو شهر الصبر الذي قد يؤدي إلى مشاكل في المستقبل. شهر سبتمبر هو شهر الرومانسية والحب. شهر أكتوبر يجب أن يفكر مرتين قبل اتخاذ القرارات المالية الصعبة تحديدا. شهر نوفمبر هو شهر التحولات الكبرى والتغيرات. شهر ديسمبر تراجع عطارد سيؤثر على حياته، فعليه ألا يتعجل.